بتبدأ الحلقة ببكريون وهي بتقوله إن أي حد بيقرب منها لازم يحصله حاجة. انت ازاي كويس كده؟ وبتقوله دي معجزة، وبتفضل تتنطط من الفرحة وتروح حضنه، وبعدها بتدرك هي عملت ايه، ومن لخبطتها بتقوله مين ده وانتوا بتتخانقوا قدامي ليه اصلا؟ قال لها انت تايه يا بنتي ولا ايه؟ انا لسه منقذك منه. قالت له اه صح. بتقوله انا رايحه اكل مع صاحبتي لحم بقر، انت ايه اللي جابك من هنا؟ قال لها وانا كمان. قالت له ايه ده اكيد القدر، احنا بينا حاجات كتير مشتركه. قال لها اهدي بس كده، دي صدفة، اتكلي على الله. راحت المطعم لصاحبتها حكت لها على اللي حصل وانه انقذها وما حصلوش حاجة، اكيد ده رجل قدري. قالت لها انتي طلعت الجبل 1000 مرة؟ قالت لها لا لسه فاضل 6. قالت لها يبقى اكيد مش هو ده. نرجع بقى للشرطة وهما بيدوروا على صاحبة المظلة. سانج هيوك بيرجع البيت بيلاقي دانجي تشين مبهدل البيت خالص بسبب انه حزين عشان العلاج بتاع الصبح. بيبص سانج هيوك في المراية وبيفتكر كلامها انت حتى ما عندكش خدش، وبيلاقي في خدش في راسه. وبكري يوم بترجع البيت متحمسة قوي انها تخلص ال6 مرات اللي فاضلين، وبتفضل تدعي وتقوله عن نوعها المثالي. وبتوصل سانج يوك وبتقول استنى كده هوريك صورته، وبتفتكر انها معاش صورة ليه. وهي نازلة بتعرف ان صاحبة المطعم ماتت. الشرطة جمعت اماكن سكن الناس اللي اشترت نفس المظلة عشان يوصلوا للشهادة الاخيرة، وبدأوا يروحوا لهم. والشرطة بتفرج عن عشيق البنت المختفية. بكري يوم بتسأل الممرضة هو احنا ما عندناش ليه صور للأوصياء؟ فبتقول لها وهيبقى عندنا ليه؟ قالت لها فعلا سؤال منطقي. فبتقول لها انا هتصل بوصي اليكس يجي يشوفها عشان اكيد متضايق انها تعبانه. فبتجيلها فكره انها تتصل بسانجي يوك وتطمن على دانجيتشي، وراحت قايله له انا لاحظت ان عنده سمنه، لازم تعدي علينا عشان نعمل فحص طبي. قال لها حاضر حاضر. وبيروح هو والظابط سور عياده، والظابط بيقول له انت شكلك مألوف، هي بقى انت سرقه ولا قتل ولا اعتداء؟ وبتيجي الممرضة بتنده على الضابط عشان يشوف أليكس، وبيدخلوا وبيضحكوا مع بعض وكل الكلاب بتتكلم عليه. ايه ده؟ ما تقوليش هما بيتوعدوا ولا ايه؟ دي شكلها مرحلة شهر العسل يا معلم. ودنجة شيل بيقوله ان الكلاب بتقول انهم هيبقوا ثنائي قريب، وبيجي رقمه فبيدخل، فبتلاحظ انه عنده خربوش في راسه، فبتحطله عليها مرهم وبتعزمه على العشاء. بنروح لصاحبتها اللي فاتحة لايف، واحدة بتقول لها هنتعشى مع بعض النهاردة، ازاي اخليه ملكي؟ فبتقول لها 3 خطوات، وكأنها بتتكلم عن بيكريون اللي خلاها سانجي يوك تروح غرفة الحب. أول حاجة تدفعي انت الحساب. وبيكريون بتلاقي الأسعار عالية قوي، بس بتقوله اطلب اللي انت عايزه ما تقلقش من الأسعار. وبيطلبه وبيقول لها ده المكان اللي الناس بتيجي فيه لوحدهم زيك كده وبيخرجوا ثنائي. فبتقوله ده معناه اننا هنخرج ثنائي؟ قال لها لا، ممكن كيوبيد يصوب سهمه عليكي. تاني خطوة بقى خليه يبان عليكي انك بتستمتعي. فبتضحك وبتبين انها مستمتعة جدا بالاكل. فبيسألها مفيش حد عاجبك في الناس اللي بتجيلك المستشفى؟ ولو بتحب الشخص الغني او ابو عضلات او الطويل او بعيون واسعة؟ قالت له لا. قال لها انا عرفت انت ليه لسه لوحدك لحد دلوقتي، انت معاييرك عالية قوي. تالت خطوة بقى بيني قلبك. فبتفتكر انه قال لها انه مش بيكون علاقات مع الناس. فبتسأله ليه انت خايف تتجرح يعني حتى لو قابلت البنت المناسبة زي القدر؟ قال لها هرفض. قالت له ما تقولش كده عشان لو لقيت حبك هتبقى مستعد تنط في حفرة من نار علشان. قال لها وانت ايش عرفك وانت ما حبيتيش قبل كده؟ قالت له اتفرجت عليها في برنامج تلفزيون. قال لها طب اسكتي عشان البرامج التلفزيونية بتدمر الناس. انا مش مستغرب دلوقتي انت ليه صعبة الارضاء. وبتقوم علشان تحاسب، فبيقولها ان الحساب اتدفع مقدما. فبتروح بتقول له دفعت ليه؟ قال لها شفتك وانت بتترعشي جوه وانت بتشربي الميه. قالت له كنت عطشانه، انت مفكر اني ما اقدرش ادفع ولا ايه؟ انا معايا فلوس كتير على فكره، هات رقم حسابك. قال لها مش معايا. قالت له انت دفعت فلوس الوجبه عشان ما تخرجش معايا تاني؟ وهو يا عيني مش فاهم هي بتقول ايه اصلا. قالت له خلاص هبقى ادفع لك نص الفاتوره على اي تطبيق. وبيروحوا وهو بيفتكر انا غلطت في ايه، طب مش هصاب عليها سهم طيب. تاني يوم بتطلع الجبل تصلي، وبيبقى فاضل لها 4 مرات. داني تشيل بيحكي لاصحابهم الباقيين عن بيكريون وانها حاطت لسانج يوك مرهم، وواحد منهم مش فاهم وبيفتكر ان البنات دايما بيبقوا حوالين صحابه وهو لا. مهما قالوا بيضحكوا عليه لكن هو لا، بس واحد قاله عشان هما حلوين والبنات بتحب الشباب الحلوة. بنروح لأبو وأم جينج والظابط بيعتذر لهم انه معرفش يوصل للقيتل حتى بعد 29 سنة. وبنرجع لسانج يوك كان فوق الجبل وبيفتكر انه كان في يوم مستني تحت التلج، وبيظهر واحدة ماشية تحت التلج كمان وبتخلص كده. وبينزل من على الجبل بيلاقي بيكريون بتقوله سوبرمان انا لسه كنت بفكر فيك، ده انا طلعت الجبل 997 مرة، انت ايه اللي جابك هنا؟ استنى قبل ما انسى صح. وراحت مطلعه الموبايل وراحت مصوراه. فبيقول لها انت بتصوريني ليه؟ قالت له هعمل بيها حاجة ما تقلقش. قال لها انا مش موافق احذفيها دلوقتي. قالت له لا. فحاول ياخد الموبايل منها وهوب وواحد معدي زقها راحت وقعت على دراعه. فبتقول له تيجي ناكل مجزولي؟
فبنلاقي الضابط سو بيكلم زميله وانهم مش لاقيين الشهادة صاحبة المظلة، وبنعرف ان الضابط سو مش بيعرف ينام كويس، بقاله كام يوم بيشوف حاجات متغطية بدم، وبيروح عشان ياكلوا مع الباقي. وبيقول ان الفترة الأخيرة دي بقى الحلم واضح اكتر، ومن طريقة لبسهم ده في عصر جوسون. فواحد بيقول له ممكن تكون حياتك السابقة. بكري يوم بتشتغل سانجي هيو، بتقول له هم قالوا لي اني عملت حاجة في حياتي السابقة، عشان كده انا مش عارفة ارتبط بحد لحد دلوقتي، وانا مش فاهمة انا عملت ايه، بس هم قالوا لي لو طلعت الجبل وطلبت المغفرة فكل حاجة هتبقى كويسة. فبيقول لها انت ليه عايزة تحبي قوي كده؟ قالت له انت ليه مش عايز الحب؟ قال لها انا ما استحقهوش، هم قالوا لي كده. قالت له قالوا لك انت ابن امك ولا ايه؟ انا عن نفسي باخد قراري بنفسي. قال لها انا كنت زيك كده وبعتولي تحذير ما اشوفهاش تاني، ولما اتجاهلته البنت اتأذت. وهما مروحين طلبوا سواق عشان كانوا شاربين، والسواق كان عنده ندبة في ايده في نفس المكان اللي سانج هيوك شاف فيه ندبة في ايد المطارد اللي كان بيجري ورا بكريون. فسانج هيوك بيمسك المطارد وبيقول له انت اللي كنت بتطارد بكريون؟ قال له لا، انت بتقول ايه؟ قال له الندبة دي انا شفتها في ايدك لما كنت بتطاردها. قال لي بكريون اتصلي بسرعة بالشرطة. فقال له لا انا هقولك على كل حاجة. وطلع ان الدكتورة البيطرية اللي قصاد بكريون هي اللي قالت له يعمل كده عشان مبيعاتها قلت خالص. فقال لها سانج هيوك عشان مبيعاتك تقتلي حد؟ قالت له لا، انا مش هقتلها، انا بس كنت عايزه اخوفها عشان تمشي من الحي ده. وفضلت تعتذر وتقول مش هعمل كده تاني. فبكري يوم بتفتكر ان هي كمان بتعتذر فوق الجبل فبتسامحها. فسانج هيوك بيقول لها انتي هتصدقيها ولا ايه؟ قالت له هي ما اذتنيش، هي كانت بس عايزه تخوفني وبعدين هديها فرصه. قال لها طب خلي بالك بقى الفتره دي، وخلي باباكي يوصلك الشغل. قالت له ما عنديش. قال لها طب مامتك؟ قالت له ما عنديش، ولا عندي اخ ولا اخت ولا قرايب، انا يتيمه. وبتحكي له انهم لقوها على باب الملجأ وما كانش معاها اي رساله ولا يعرفوا اتولدت امتى، وخدوها وربوها ودخلت المدرسه وتعرفت على ولد معاها وبقيوا صحاب. بس وقعوا وهما بيجروا مع بعض وصابعها اتكسر، ومن هنا حست انه مش مسموح ليها تكون روابط مع الناس. قالت له بس انا مش هستسلم، انا هطلع الجبل 1000 مرة واقابل الشخص المقدر ليا عشان انا استحق اني اكون ذكريات دافية مع شخص مميز. بيوصلها البيت وبتقول له شكرا انك انقذتني تاني. سانجي هيك بيقعد يفكر في كلامها وما بيعرفش ينام، وبنلاقي سيد القدر قاعد مع طفل وبيتكلموا عن ان كل شخص لازم ياخد المقدر ليه مهما حصل. راح الطفل قال له ان في نسبة واحد من كل 3 ازواج بيتطلقوا، ايه لازمة ان كل واحد يتجوز الشخص المقدر ليه؟ وبيبقى بيحل في كتاب وبيختار اول اختيار. فسيد القدر بيقوله الاجابة الصح هي التانية. قال له عارف، بس دي اجابتي وانا طفل. وبيمشي وبيسيب. فبيضحك وبيقول بتفكرني بشخص اعرفه، طبعا قصده على سانج هيوك. وبنرجع بالزمن وبنلاقي ان سانج هيوك اطلق سهم على واحدة مخطوبة، ولما الكيوبيد الباقيين سألوه قال لهم هي كانت قلقانة بسبب جوازها وانهم اصلا بيحبوا بعض. قال له بس خلي بالك ان ممكن يكون خطيبها هو الشخص المقدر ليها. فبيقول له انه شايف الحب اهم من القدر. فطبعا سيد القدر مش عاجبه الكلام. بنيجي لسيدة البلاط قاعدة تحت شجرة وبتدعي انها تقابل حبيبها وبتقول دي كده المرة الألف. فبيجي الأمير من وراها وبيقول لها بتعملي ايه، وبيتكلموا شوية مع بعض. في يوم تاني بتبقى هتموت وتمسك بدلة من زهرة البرقوق عشان لو مسكتها على صباعها لمدة 3 ثواني هتقابل حب حياتها. بيبقى سانج هيوك بيراقبها وكمان الأمير. فبيقول لسانج هيوك ان قدرك هو الأمير وبيبقى هيطلق سهم عليها، بس هي بتمسك البتلة وبتبقى فرحانة وبتضحك. وسانج هيوك بيحس انها بتضحك له والسهم بيتضرب منه وبيلف وبيجي فيه. وبنلاحظ ان الامير كمان معجب بيها. بعدها بفترة الملك بيموت وبتبقى الملكة عايزة تقتل الامير عشان ابنها ياخد العرش. فبتسمعها سيدة البلد صوت وبتجري عشان تقول للامير. فالملكة بتعرف وبتبعت وراها رجال عشان يقتلوها، وهي بتهرب لحد ما بتوصل عند منحدر وواحد بيضربها بسهم وبتقع من فوق. بس ساند هيوك بينقذها وبيعالج جرحها وبيخلي باله منها، وهي بتقوم وبتقول انا فين؟ الامير، انا لازم اقابل الامير. وبتقوم تجري وسانج هيوك بيشوف سيد القدر. فسيد القدر بيقوله ان هي والامير قدرهم مع بعض في الحياة التانية عشان كده كان المفروض تموت علشان. فبيوديه مكان كبير عشان يعجب وبيقوله ان الجنيات والبشر مش المفروض يبقوا مع بعض، وبيولع حلقة نار كبيرة حواليه. فسانج هيوك بيطلع من النار وجناحاته بتتحرق وبيبقى فيه هجوم بالسيف على قصر الملك. وبيطلع ان ظابط سو بيحلم، وبيطلع ان في حد تاني اشترى المظلة وبيروحوا يشوفوها. بس مش بتطلع هي. بكرة يوم بتبقى رايحة الشغل وبتشوف سانج هيوك في وشها. فبيقول لها انت لازم تحبي. قالت له اه. قال لها ثقي فيا، انا الراجل اللي انت مستنياه. قالت له بجد؟ قال لها اه، انا هرتب لك موعد. فهي يا عيني بتتصدم، بس هو كان قصده انا كيوبيد يعني اللي انت مستنياه يطلق السهم بتاعه عليكي.
بيقول لها قوليلي بس ايه نوعك المفضل. قالت له نوعي المفضل ان يكون شاب وجميل. قال لها بس انا ما كنتش مفكر كده. قالت له كل البنات كده. قال لها كل البنات. فكان في بنت معديه راحت قايله له ففكر يوم بتقول له دبر لي موعد مع شخص مثالي، وبتسيبه وبتمشي وهي هتطق منه. فبتروح العيادة وبتتكلم مع دكتورة زميلتها في انه مش عايز يوعد حد وعلى اللي عمله الصبح. فبتقول لها ده هيجيب لك واحد وحش واقل منه عشان يحس انه الاحسن. الراجل ده هيجيلك النهارده. وفعلا جه يسألها هو المفروض صغير قد ايه يعني. قالت له اصغر مني ب4 سنين. قال لها طيب هو وسيم لدرجة ايه. قالت له زي يوم بين وهيوم بين. قال لها وده هلاقيه فين بقى. قالت له مش انت اللي قلت. قال لها يا ريتني ما كنت قلت. قالت له ويبقى ما يعرفش انه وسيم. قال لها ده ازاي يعني، هو مش كل يوم بيبص في المراية. قالت له هو انت بتدور لي على شخص ليه. قال لها مش عايزك تبقي لوحدك، عايزك تبقي مبسوطة. انا هبذل جهدي في اني الاقي الشخص المثالي ليكي. الضابط سو بيجي عشان يشوف أليكس بيطمن عليها. الضابط سو بيروح مركز الشرطة وبيلاقي المحققين بيتكلموا عن الحياة السابقة وإنها حقيقة. فبيروح للدكتور المسؤول عن التنويم المغناطيسي وبيسأله إذا كانت الذكريات دي حقيقية ولا لأ. بنيجي لسانج هيوك اللي بيروح لصاحب مطعم غرفة الحب عشان يساعده يلاقي الشخص المناسب لبكريون. صاحب غرفة الحب بيروح لجيني وبيسأله عن حب سانج هيوك اللي يخليه يحرق جناحاته عشانها. فبيقوله انه ما يعرفش بس النهاية كانت وحشة. وبنلاقي ناس بتقتل بعض وبيطلع ان الضابط سو بيحلم تاني وبيدور على دفتر ملاحظاته وبيقول انه نسيب الشقة بتاعت البنت اللي كان بيحقق معاها اللي كان معاها نفس المظلة. فبيروح هناك يجيبه. مامة البنت بتقابله على الباب وبتفتح تنادي بنتها فبتلاقيها مشنوقة. لو عجبك الملخص لايك وسبسكرايب واشوفكم في ملخص جديد. سلام.